ايه اغلى حاجة خسرتها في حياتك؟ مثلا محفظة ضاعت او صفقة طارت لو انت صاحب شركة. بصراحة كلنا بنغلط، بس تخيل ان في غلطات كلفت العالم مليارات الدولارات. النهاردة مش جايين نتكلم عن اخطاء شخصية، جايين نكشف اغلى الاخطاء في تاريخ البشرية. نبدأ باغلى الاخطاء الرياضية في التاريخ، وكانت ناسا سنة 1998 اطلقت مهمة استكشافية لكوكب المريخ. مهمة كلفت الدولة 125 مليون دولار. المركبة فضلت في الفضاء لشهور لحد ما جت اللحظة إن هما يخشوا غلاف المريخ الجوي، والنتيجة المركبة اتفتتت وتحولت لتراب. السبب بقى إنه يحصل كده، اللي صمموا الجزء اللي بيتحكم في دفع المركبة كانوا بيستخدموا النظام الإنجليزي للقياس، والمهندسين اللي كانوا بيشغلوا الأنظمة من الأرض كانوا بيستخدموا النظام المتري. يعني فريق بيبعت أوامر بالنظام الإنجليزي للقياس، والفريق التاني بيفهمها على إنها نظام متري، والنتيجة 125 مليون دولار ضاعت بسبب إن حد نسي يعمل تحويل للوحدات. المرة دي الغلطة في فصل عشرية. نتكلم عن شركة الاتصالات اليابانية ميزوهو سيكيورتيز. سنة 2005 الشركة كانت بتبيع أسهم لشركة جديدة، والسهم الواحد كان ثمنه 610 ألف ين ياباني. المشكلة بقى إن الموظف عمل غلطة وهو بيكتب أمر البيع على الكمبيوتر، وبدل ما يكتب بيع سهم واحد ب 610 ألف ين، باع 610 ألف سهم بين واحد. وهو كان في لحظة ممكن يلغي العملية، لكن بسبب عطل في الكمبيوتر البيعة تمت، والخسائر كانت 225 مليون دولار بسبب غلطة كتابية. الغلطة دي بقى درس في الفيزياء والهندسة. نرجع لأمريكا سنة 1940، وبالتحديد في ولاية واشنطن، إن هم قرروا يعملوا كوبري ضخم. المهندسين اللي صمموا الكوبري صمموه بشكل نحيف جدا، وما فكروش في عامل مهم جدا وهو مقاومة الرياح. الكوبري أول ما اشتغل كان أي نسمة هواء معدية تخليه يتحرك، لحد ما في يوم الرياح زادت والكوبري بدأ يتحرك بشكل سريع جدا لحد ما انكسر واتدمر. الخسائر وقتها كانت 6 مليون و400 ألف دولار. لو الفيديو ده فادك أو صدمك بأي معلومة، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تشوف حلقات تانية عن أسرار التاريخ وأغرب الحقائق. إلى اللقاء الآخر في معلومة جديدة. سلام.